بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بدأ الصيف وبدأت الرحلات وكمان الفسح والخروجات. عايزين نعمل سندوتشات لولادنا ووصفات سريعة وفي نفس الوقت موفرة ومغذية. هنعمل الستريبس بتتبيلة بإذن الله النهاردة هتعجبك جدا وهتعتمديها. في بولة هنجيب كوباية من المية، هنحط عليها ربع معلقة نص معلقة من الجنزبيل البودر، وعليها معلقة كبيرة من الكزبرة المطحونة. خليكي معايا، هي البهارات مش كتير، بس تركيبتها مع بعضها هتعمل لك احلى ستريبس. معلقتين كبار من الشطة، لو الشطة بتاعتك مش سبايسي، لو سبايسي كفاية معلقة عشان ما تبقاش حراقة على الولاد. وهنحط عليهم معلقة من الثوم البودر وكمان معلقة من البصل البودر. معلقة من الملح كبيرة بقى عشان نتبل الوصفة بتاعتنا. وهنحط معلقة من الكمون وكمان معلقة من الزعتر المطحون. حاجة بسيطة كده من الفلفل الأسمر، ونص معلقة من الكاري، ومعلقة كبيرة من السبع بهارات. وهحط كمان كيسين من مرقة الدجاج. المعيار او التوابل اللي انا قلتلك عليها دي ممكن تعمليها في بولة على جنب وتضاعفي الكمية بتاعتها. يعني لو انا قلتلك معلقة من الكزبرة يبقى انت هتحطي معلقتين كزبرة. ده ليه؟ علشان هنحط نص التتبيلة دي مع المية نتبل بيها الستريبس بتاعنا، ونص البهارات كمان هنحطها على الدقيق اللي هنبهر بيه، بالاضافة لثلاث مكونات تانيين هنحطهم معاها على الدقيق. يبقى احنا ممكن كنا ضاعفنا كمية البهارات من البداية. تمام. هنا بعد ما تبلناها ممكن من بالليل يبقى حلو قوي، ما قدرتيش يبقى على الاقل ساعة ساعة ونص قبل ما تعمليها. هنيجي بقى نبهر الستريبس بتاعنا. هتجيبي 3 كوبايات من الدقيق وتحط عليهم بقية البهارات اللي احنا قلنا عليها، اللي هي نفس البهارات اللي حطيناها في التتبيلة الاولانية. مضاف ليها ربع معلقة من البيكنج صودا اللي هي الكربونات بتاعت الطعمية، وكمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من النشا. دول الثلاث اضافات اللي هيتحطوا على الدقيق. بعد كده هنصفي الستريبس بتاعنا من المية بتاعت التتبيلة، ونبدأ بقى نبهره في الدقيق. هنا انا طلعت نص الكمية يتصفى وحطيته في الدقيق، وهرجع احط النص التاني يتصفى، ونجيب بولة فيها مية بتلج. يعني مية ممكن نحط فيها مكعبات من التلج كمان. وهنعمل ايه بقى؟ ركزي معايا في الجزء ده. لما نيجي نبهر الفراخ بتاعتنا او الستريبس بتاعنا، لاحظي معايا هعمل ايه عشان الخطوة دي مهمة. بصي، من تحت لفوق هتعدي 15 عدة، بتقلبيهم وانتي بتقلبيهم بتعدي 15 عدة، وبعدين تطلعيها بسرعة تحطيها ثانية في المية وعلى طول على الدقيق مرة تانية. هنا بقى بناخد التعريجة والشكل الجميل بتاع الستريبس اللي احنا بنشتريه من بره. لكن لو هنتكلم على الطعم ملوش اي علاقة باللي انت بتشتريه من بره، اللي في البيت اطعم والذ بكتير جدا. جربيه وهتدعي لي باذن الله. بصي برضو عدينا 15 عدة من تحت لفوق، يبقى احنا حطيناه في الدقيق مرتين، كل مرة بنعد 15 عدة من تحت لفوق. بعد كده بقى هنحطه نقليه. بعد ما ياخد لون نقلبه على الجنب التاني لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل اللي احنا عايزينه، وبعد كده هنطلعه. بصي باين كده في الطاسة القرمشة بتاعته وانا بقلبه، وباين شكله الجميل. يبقى احنا كده عملنا نفس الشكل لولادنا، بس الطعم حلو جدا. الفراخ مضمونة، بقولها لك مرة واثنين وثلاثة، انت اللي شايفة الفرخة بعينك وهي بتتذبح. ما بتتجابلكيش فراخ ميتة من المزارع ما نعرفهاش هي معمولة ازاي، ولا هي اتذبحت ولا هي ماتت ولا ايه بالظبط ظروفها. لكن دي فرخة انت اللي مشترياها، وانت اللي منضفاها في البيت، وانت اللي مقطعاها بايديكي. دي لوحدها كفاية ان احنا نقدم لولادنا حاجة مضمونة.
مش بقولك كده علشان هنغطي على الطعم، لا 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 لا، الطعم تحفة. جربيها بنفسك وانت هتعرفي انك انت مش هتشتريها من بره تاني. يبقى احنا كده وفرنا، لان الستريبس بره يعني 5-6 قطع ب200 وب250، واسعار كده الواحد بيسمعها خيالية. جربي وهتدعيلي.